أهلا بكم. الحالة الجوية ليوم الثلاثاء مضطربة ببعض المناطق ومستقرة بباقي الجهات، فأثناء الليل ستمطر على شكل زخات رعدية بالأطلس الكبير وبالسهول الغربية المجاورة له، فيما ستكون بكميات جد ضعيفة بالسواحل ما بين تيزنيت والعيون وبالسهول ما بين الرباط والصويرة. في الصباح ستشهد منطقة طنجة هبوب رياح قوية نسبيا، في حين سيعرف شمال الأقاليم الجنوبية تساقط قطرات مطرية، هذا وستتمركز كتل ضبابية بالسواحل الأطلسية الشمالية. خلال النصف الثاني ليوم غد سيصبح الطقس مضطرب نسبيا، فبالأطلسين الكبير والمتوسط يرتقب هطول زخات رعدية، وبمنطقة طنجة ينتظر تساقط أمطار ضعيفة، ثم بباقي الربوع يتوقع سماء صحوة. درجات الحرارة ستتراوح غدا صباحا ما بين 10 درجات بإفران ووجدة و20 درجة براشدية كأعلى المقاييس. ستسجل 19 درجة بمدينة فاس ومكناس، 15 بمراكش، كذلك بأكادير، 17 درجة بالسمارة و14 بالصويرة. المحرار بعد زوال يوم غد سيشير إلى 17 درجة بمدينة إفران، 22 بوجدة، 23 درجة بفاس، 19 بتطوان، 22 بطنجة، 20 بالرباط و30 درجة بمدينة سمارة. مشاهدينا، إليكم الآن مواقيت شروق وغروب الشمس ليوم غد. هنا بالبيضاء ستأتي عند الساعة 5:56 و7:03 على التوالي. طلوع القمر عند 6:33 والأفول في 5:34. خبر اليوم نورده من فرنسا، حيث تمت السيطرة على حريق أتى على 930 هكتار. فرق الإطفاء أفادت أمس الاثنين أنها سيطرت على الحريق الذي اندلع في جنوب غرب فرنسا عند الحدود مع إسبانيا. هذا أكبر حريق يسجل حتى الآن في فرنسا خلال العام 2023، خصص له ما يصل إلى 540 عنصر إطفاء لمحاولة إخماده، فهو اندلع في جزء من البلاد يعاني نقصا كبيرا في هطول الأمطار وجفاف التربة. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة الجوية. تقبل الله صيامكم.